أهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء زوار قناة على القهوة وموقع مكتوبة الكرام. موضوعنا النهاردة يكون عن تحميل تطبيق لاين كاميرا. التطبيق اللي معانا النهاردة على موقع مكتوبيا هو تطبيق لتعديل الصور، هنبدأ نتعرف عليه أكتر من خلال الرابط الموجود بأسفل الفيديو في صندوق الوصف. زي ما احنا شايفين ده الموضوع الخاص بتحميل برنامج لاين كاميرا على موقع مكتوبيا بآخر تحديث ليه بتاريخ 2022. طبعا أولى خصائص بنهتم بيها على الموقع إن احنا نقدم لكم كل ما هو جديد ومجاني من تطبيقات وألعاب. والتطبيق اللي معانا النهارده بيشتغل على الهواتف المحمولة سواء بنظام تشغيل أندرويد أو الأي أو إس لهواتف الأيفون، وطبعا هو من التطبيقات الشهيرة لتعديل وتحرير الصور. وطبعا في مجموعة كبيرة من الأدوات اللي تهم أي مصمم أو أي مبتدئ في التصميم علشان يحصل على صورة جميلة، وكمان ملصقات وإطارات، حاجات جميلة جدا. وطبعا التطبيق بيعتمد على نمط العمل بدون إنترنت يعني أوفلاين. مش هنطول عليكم ونبدأ دلوقتي نتعرف على التطبيق أكتر بعد ما نحمله على الموبايل بتاعنا بنظام تشغيل أندرويد. بعد ما فتح معانا متجر جوجل بلاي هنضغط على تثبيت، ولكن انا محمل التطبيق قبل كده فاضغط على فتح عشان نجربه معاكم. وطبعا التطبيق حجمه صغير جدا تقدر تحمله على الموبايل بتاعك بكل سهولة. وزي ما احنا شايفين الواجهة الرئيسية للتطبيق، اول حاجة الجاليري على الشمال من فوق، وده الاستوديو اللي تقدر ان انت تدرج من خلاله الصور اللي هتعمل عليها تعديل. وبعد هنا الكاميرا هتلاقي فيها مجموعة كبيرة من الفلاتر ومرشحات الالوان. بعد كده هنا البينت تقدر من خلاله انت ترسم، بيديلك فرشة وتبدأ ترسم. وفي عندك بعد كده الكولاج، وده تبدأ من خلاله ان انت تعمل الصور المجمعة. زي ما احنا شايفين في مجموعة كبيرة جدا من التصميمات الجاهزة او الكولاج الجاهز اللي هتبدأ تختار الشكل اللي انت عاوزه. وبعد كده هتبدأ على طول ان انت تحط الصور في كل مكان او في كل قسم من الصورة. زي ما احنا شايفين في اشكال كتيرة جدا وقوالب مميزة. وطبعا تحت هتلاقي بعد كده تقدر ان انت تكتب او تعمل اي حاجة بفرشة. يعني في مجموعة كبيرة من الخدمات. هنبدأ مثلا نشوف في القسم الخاص بالجاليري هنبدأ نختار صورة زي ما احنا شايفين كده وسيلكت. زي ما شايفين اول حاجة ظهرت لنا من تحت هنا هتلاقي الفلاتر اللي موجودة داخل التطبيق، فيها مجموعة كبيرة جدا من الفلاتر. وهنا تختار الشعار بتاع البرنامج، وعندك هنا تقدر تكتب بمجموعة كبيرة جدا من الخطوط وتغير الألوان والاستايلات بتاعة الكتابة. وهنا مجموعة كبيرة من الملصقات اللي تقدر تحطها على الصور زي ما احنا شايفين مثلا، وتقدر تتحكم فيها صغر وتكبر وأي حاجة عايز تعملها داخل الصورة. بعد كده القسم الخاص بالإطارات، فيه مجموعة كبيرة جدا من الإطارات، وهنا تبدأ تتحكم في ألوان والإضاءة بتاعة الصورة. وهنا لو عاوز ان انت تقص مكان محدد داخل الصورة. طبعا البرنامج فيه مجموعة كبيرة جدا من التطبيقات او من الادوات المهمة اللي تقدر ان انت تلعب فيها من خلال الصورة. هنا تتحكم في العين زي ما احنا شايفين. بتقدر كمان تكبر جزء مثلا في الصورة، بتبدأ عن طريق ان انت بتبدأ تسحب وتكبر من هنا. زي ما احنا شايفين برنامج يمكن بالأوراق الجميلة. طبعا هنا الصورة لما هي الصورة كرتونية فيمكن البرنامج مش هيقدر يتحكم أوي فيها، لكن لما بتحط صورة ليك انت بيبدأ يحلل كل جزء موجود داخل الصورة ويبدأ ان انت تتحكم فيه. دي هنا العين، نبدأ مثلا تحدد منطقة العين وتبدأ ان انت تتحكم فيها. طبعا زي ما احنا شايفين البرنامج جميل جدا، وفي مجموعة كبيرة جدا من التطبيقات او التعديلات اللي تقدر تعملها. ونهاية الفيديو بتاعنا يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، والجديد على القناة أول مرة شرفنا يا ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب أو اشتراك. شكرا لكم، كان معكم أحمد من موقع مكتوبية وقناة على